ركلة الجزاء على طول مصطفى طلعت وابو جبل. اول ركلة لصالح وادي دجلة، سمير محمود عثمان، مصطفى طلعت، اول اهداف المباراة تطلع بره، مش ممكن. اول اهداف اللقاء تضيع، ركلة الجزاء الاولى تضيع على فريق وادي دجلة. ركلات الجزاء محتاجة لعيبة من نوعية خاصة، لعيبة يعرف القرار بتاعه، هيفرق كتير جدا طبعا. 5 لعيبة لدجلة و5 لعيبة لنادي الزمالك، هما اللي هيلعبوا دور كبير في حاططها حلوة الحقيقة، انما بعيدة شوية، يعني حاططها كويسة، مودي الجول كيبر ابو جبل على اليمين، انما الكرة الى ركلة المرمى. اذا ركلة المرمى الكرة الاولى تضيع لوادي دجلة، والركلة الاولى خبرة عصام الحضري وحش افريقيا الحضري واحمد علي. احمد علي كلاهما تلازما في المنتخب وكلاهما لاعب لنادي اسماعيلي. عصام الحضري هل يعيد دجلة؟ الحضري جول اول هدف اللقاء. احمد علي يسجل اول ركلة لنادي الزمالك. اذا الزمالك يسجل اول ركلات الجزاء والحضري طاير عليها في نفس الطريق، لكن يسجل احمد علي بقوة باصرار اول اهداف اللقاء لنادي الزمالك. اذا الزمالك في اول كرة هدف مقابل لا شيء لنادي وادي دجلة، ودجلة هو اللي سدد اول تسديدة عن طريق مصطفى طلعت ولكن ضاعت. التصويبة او التسديدة الثانية لصالح وادي دجلة. هل سيناريو ركلات الجزاء فريق وادي دجلة ما اتمرنش عليه؟ هل الزمالك كان عنده افضلية؟ هل وادي دجلة اللي عنده حارس بخبرة عصام الحضري هل ممكن تلعب دور كبير لعودة الدجلة مرة تانية من جديد؟ على طول محمد الحصري المدافع الايمن، الحصري التسديدة الثانية، الحصري بره، مش ممكن محمد الحصري يطلع الكرة الى ركلة مرمى. اذا ركلتين ضايعين لفريق وادي دجلة، كورتين ضايعين لوادي دجلة ومحمد ابو جبل لحد الان مرمى خالي تماما. اذا الحظ لحد الان يبتسم لنادي الزمالك، لحد الان الزمالك 1 وعنده الفرصة الثانية يتقدم 2-0. الزمالك الفريق اللي يأمل ويتمنى طبعا هذا الموسم لإنقاذ موقفه وإنقاذ الموسم ببطولة كأس. حازم إمام بديل الثالث آخر بدلاء نادي الزمالك، وعصام الحضري شوف مركز تركيز عالي جدا بقى. الحضري ممكن يلعب دور، هل ممكن يشيل ديت؟ هل ممكن حازم إمام يحاول يشيل نادي الزمالك؟ حازم إمام والحضري يا ولد مش ممكن، لكن بره حاططها عظيمة جميلة، لكن تروح الكرة بره حاططها بشكل غريب جدا، والحقيقة ملوش حظ. بص حاططها ازاي، مش ممكن، لكن يا ولد يا حضري، يا سلام يا حضري، والله لقطة تاريخية انه عصام الحضري حاططها حازم امام بذكاء بدهاء، انما بص الاستك مش ممكن. يا سلام عليك يا حضري، شالها بالفوشيا عصام الحضري. بص شوف عصام الحضري بسن القدم ينقذ وادي دجلة من فرصة كانت خلاص هيروح بنادي الزمالك. اذا 2-1، والان التصويبة الثالثة لصالح اللاعب رقم 3 الان هو اللي هيسدد. اذا ثالث تسديدات اللقاء هنشوف لصالح دجلة عن طريق محمد تاحة. ادي تاحة، هنشوف تاحة وتركيز تاحة وابو جبل الله عليك يا تاحة، ممتاز، مدافع القلب تاحة. وادي التسجيل الهدف الاول. اذا هدف لصالح وادي دجلة من 3 تسديدات. حازم امام ضيع لصالح نادي الزمالك، واحمد علي سجل 1 الزمالك 1 وادي دجلة، والتسديدة الثالثة هتكون الان لصالح فريق نادي الزمالك. هل الزمالك يحافظ على تقدمه ام ممكن عصام الحضري تكون مباراة تاريخية؟ شوف شال الكرة بتاعت الرشاقة، مش ممكن يا جماعة. اللي عاوز يتفرج على الحضري ده ما شاء الله يتفرج عليه في التمرين، اصرار كبير، نموذج كبير جدا، لابد مدربين حراس ياخدوه للولاد الصغيرين. محمد عبد الشافي والحضري، يا ولد عبد الشافي عالمي، ركله جزاء عالمية، ركله جزاء لمحمد عبد الشافي عالمية، صعبة على عصام الحضري، صعبة على مانويل نوير، وصعبة على اي حارس من حراس العظام. بص حاططها فين، مش ممكن، في السوكة، حاططها في السوكة. ممتاز يا شافي، ممتاز محمد عبد الشافي، يسجل الهدف الثاني لنادي الزمالك. اذا فرصة الهدف الثاني للزمالك، 2 الزمالك 1 وادي دجلة. المرغني لاعب سابق مع نادي الزمالك،
احمد المرغني هو اللي هيسدد التسديده الرابعه في المباراه. اذا التسديده الرابعه لفريق وادي دجله، الزمالك 2 وفريق وادي دجله 1. المرغني ممكن يعيد الدفه مره اخرى تاني من جديد. المرغني بتاع الزمالك السابق، المرغني بتاع دجله الحالي على يد ممتاز. ركله جزاء على غرار محمد عبد الشافي ممتازه عن طريق المرغني في المقص الايمن لمحمد ابو جبل. يا سلام يا سلام يا سلام، احلى ركلتين جزاء عن طريق المرغني وعن طريق النجم محمد عبد الشافي. والحقيقه برضه برغم ان حازم امام ضيع، انما عجباني فكره ركله الجزاء، لكن روعه الحضري تظهر في مباراه تاريخيه في هذه اللقطه. الوقت هيتوقف عندها كتير. شوف شال الكره ازاي بقدمه وازاي هو عمل التراي عليها. الزمالك الان عن طريق محمد ابراهيم، الان يسجل محمد ابراهيم ركلات الجزاء اللي نادي الزمالك يبحث فيها عن الوصول للمباراه النهائيه وينتظر الفائز من النادي الاهلي ونادي سموحه. محمد ابراهيم مهمه جدا ركله جزاء. محمد ابراهيم والحضري، الشباب والخبره. مش ممكن غريبه جدا، انما ده حارس كبير يا جماعه. هي دي الخبره اللي اتكلمنا عليها. الحضري يشيل الكوره، تاني ركله عصام الحضري يشيلها، شال من امام حازم امام وشال من امام محمد ابراهيم. احمد علي سجل في الحضري، ومحمد عبد الشافي سجل ركله جزاء نموذجيه في الحضري. انما الحضري هيرجعنا لذكريات 2006 وهيرجعنا لامجادات وامجاد 2008 وهيرجعنا لتاريخ عظيم اسمه تاريخ 2010، انه الحارس الكبير عصام الحضري. اذا خبره عصام الحضري وشباب ابو جبل وجها لوجه. الان ركله جزاء الان لصالح وادي دجله، هي الركله الخامسه. دجله سجل عن طريق المرغني وسجل عن طريق تحا. اول ركلتين جزاء ضايعين، فرصه كبيره جدا بالنسبه لصالح نادي وادي دجله. الركله الخامسه دجله والخامسه جول. ثالث اهداف اللقاء لصالح نادي وادي دجله. الزمالك ضيع فرصه العمر من ايده. الزمالك الان تحت ستريس كبير. الزمالك الان هو اللي بيدور على التعادل. لو دلوقتي عصام الحضري شالها يبقى الحضري هو اللي وصل وادي دجله الى مباراه الفاينل، هو اللي حجز اول تذاكر طيران لاسوان، وهو اللي هيخلي وادي دجله طرف اول في مباراه الفاينل ان لم يكن للقطه الاخيره والركله الاخيره راي تاني. مش ممكن. حدوته كبيره، هيستوري كبير جدا. الان ركله جزاء عن طريق احد البدلاء في الهاف تايم الثاني، مصطفى فتحي والحضري علام يا فتحي. ممتاز يا مصطفى فتحي، ركله جزاء وكانه لعيب بيلعب في المنتخب الالماني. مش ممكن. ركله جزاء 100. هي دي اللعيبه ولا بلاش؟ شوف الولد حاططها فين. اكيد دي عجبت جدا كابتن فاروق جعفر وعجبت محسن صالح وامتعت وابدعت البيومي بالاضافه للاسامه اميري. شوف الركله عامله ازاي، شوف اللقطه جميله، شوف ركله الجزاء. وافضل الحضري قيمه كبيره الحضري. انما الان الفرقتين تعادلوا 3-3 في ركلات الجزاء الخمسه الاولى. تعادلوا الان في ركله وركله، ركله للزمالك وركله لفريق نادي وادي دجله. مع تذكير حضراتكم ان وادي دجله هو اللي دايما بيبدا من خلال الركل. الان ركله جزاء لوادي دجله، سيد سالم اعتقد، ركله جزاء لدجله جول. مش ممكن. يسجل وادي دجله عن طريق سيد سالم، والحارس ابو جبل ما شالش كرة. ركلتين الجزاء اللي على نادي الزمالك ما شالهمش ابو جبل، خرجوا. اللعيبه بتاعت نادي وادي دجله هي اللي خرجت الكرة بره، بينما وادي دجله عظمه وقيمه وخبره عصام الحضري هي اللي خلت وادي دجله عنده تشانس الان تاني ويرجع من بعيد، انه ممكن يكون طرف اول في فاينل الكاس. يا سبحان الله. الان اللاعب رقم 11 مؤمن زكريا. اي لعيب هيضيع من الزمالك هيضيع الزمالك من الكاس. مؤمن زكريا والحضري. لا ولد يا لعيب يا مؤمن يا زكريا. دي من ركلات الجزاء الحلوه برضه قوي الحقيقه النهارده. شوف ثبت الحضري ثبته، لكن على طول كان عاوز يروح اليمين. الحضري حاططها حلوه قوي مؤمن زكريا، حاططها فيها قوه على الارض، فيها توجيه، في قرار. شوف الحضري حب يميز عليه، لكن في الاخير الى هدف لصالح الزمالك. يسجل الان فريق نادي وادي دجله.
ابو جبل مش عارف مكشر ليه ابو جبل، قافله معاه قوي العمليه، تركيز عالي جدا، تحس انه زعلان جدا. هو يقول لك لعيبه الزمالك كان عندهم فرصه، اكوتي منسى ابو 11 مليون عام 2004 2005، اكوتي منسى قبل ما ننسى مش ممكن ضاعت على فريق نادي وادي دجله، اكوتي منسى وفرصه العمر لنادي الزمالك ترجع تاني. الحظ بينادي على اصحابه، القائم يلبس تيشيرت فريق نادي الزمالك والعارضه بتاعت الدفاع الجوي تقول لا الكرات الجويه ولا الارضيه ولا الفضائيه. الحظ بينادي عليك يا زملكاوي. هنشوف مين اللي ممكن يوصل الزمالك لمباراه الفاينل. هل شاب من الشباب الصغيرين؟ هل ممكن يظل الحضر وقيمه كبيره؟ هل ممكن يعود الكلام صلاح سليمان اللي ما قدرش يسجل بالراس الان عنده كوره لازم ولا بد تكتب في الكراس؟ صلاح سليمان والزمالك للفاينل. علم يا صلاح سليمان في المقص بتاع عبد الشافي يسجل لصالح الزمالك ويودي الزمالك لمباراه النهائي، يودي الزمالك كطرف اول. هل هيتقابل امام الاهلي ام هيتقابل امام سموحه؟ المستشار يخرج عن صمته، يخرج عن تركيزه، يخرج عن كاميراته، ويخرج عن الوضع اللي كان موجود فيه طوال اكتر من 95 دقيقه لعب. اذا صلاح سليمان ابن المحله هو من يضع نادي الزمالك كطرف اول في مباراه الفاينل. مباراه كبيره، لقاء جميل استمتعنا به. اجمل واحلى تحياتي عصام عبده.